السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة السلطة بتاعة الحاتي اللي هي بتاعة المشويات اللي بيبقى فيها صوص كتير كده. هتعجبكم إن شاء الله وهتعتمدوها. كده المقادير بتاعة سلطة الحاتي هتعجبكم جدا إن شاء الله. أنا هنا مقطعة طماطم وخيار وبشرة جزر وحتى بصلاية مقطعة كده جوليان او اللي هي الجوانح، بس ايه تكون خفيفة شوية وصغيرة. عندي هنا بشرة طماطميتين او 3 حسب طبعا كمية السلطة اللي انت بتعمليها. وعندي هنا في فصين توم او 3 برضو حسب كمية السلطة اللي انت تعمليها. حاطة بقى على فصين التوم دول قبل ما اهرسهم في الهون ملح وفلفل ومعلقتين كمون حلوين ومعلقة كمان من الكزبرة الناشفة. عندي هنا 3 حزم من الكزبرة والشبت والبقدونس اللي هي خضرة المحشي. في عندي هنا عصرتين ليمونتين او 3، وفي عندي هنا شوية من الخل. عشان ما اطولش طبعا عليكم الفيديو، انا عملت الطماطم بشرتها بالشكل ده. هحط عليها بقى ايه معلقة من الملح. طبعا هنا بنحدق السلطة. معلقة من الملح، ما تنسيش ان انت حاطة ملح في قلب الخلطة التانية اللي هي مع التومة. وعندي هنا شوية من الفلفل، وعندي هنا شوية من الكزبرة الناشفة، وفي كمان نص معلقة من الكمون الناعم. هنزل هنا بالمعلقتين الخل كبار، وهنزل كمان بالعصير الليمون. وعندي هنا كمان الخلطة بتاعت الثوم والملح والفلفل والكزبرة. هبتدي اقلب كل ده في قلب بعضه بالشكل ده قبل ما احطه طبعا على السلطة بتاعتنا، علشان المكونات كلها تدوب الاول كده بالشكل ده. ابتدي بقى احطهم فين؟ على الخيار والطماطم والجزر والبصل بالشكل ده، واحط عليهم كمان الخضرة. طبعا انا عندي هنا الطبق اللي كان فيه المكونات بتاعتي اللي هي الثوم وكل الخلطة بتاعتنا. هنزل فيها بكوباية مية متلجة من التلاجة او من الفريزر، ممكن كمان تحطي قطع تلج، هي دي اللي بتحافظ على الطعم بتاع السلطة بالشكل ده. هي دي المية اللي بتعمل لنا السلطة. وهنزل هنا كمان بالخضرة بتاعتي واقلب تقليبة حلوة كده، واحطهم في التلاجة لمدة ساعة او ساعة ونص. كل ما تعتقي الحاجات دي في قلب الخضار بتاعها، كل ما هتلاقي السلطة طعمها زي الحاتي بالظبط. هنا طبعا عشان المية قليلة شوية مفيش مشكلة، عندك استعداد ان انتي تحطي كمان كوباية مية ساقعة، وهتقلبي وتظبطي الحدق بتاعك بالشكل ده واحطها في التلاجة. بصوا هنا هنحط على السلطة، شفتوا ازازة المية تلج، شفتوا فيها مية متلجة. هنحط كده كوباية تاني على السلطة بتاعتنا قبل ما ندخلها التلاجة. هي دي المية بتاعت السلطة. بس سيبي الخضار اللي انت حطيتيه كله بتاع السلطة يتمغمغ كده في قلب المية علشان تديكي النتيجة بتاعت سلطة الحاتي، وهنحطها في التلاجة لمدة ساعة.